من رواية الشعلة الزرقاء لجبران خليل جبران نقرأ لكم. رسائله إلى مي زيادة. نيويورك في 7 من شباط 1919. عزيزتي الآنسة مي، لقد عادت رسالتك إلى نفسي ذكرى 1000 ربيع و1000 خريف، وأوقفتني ثانية أمام تلك الأشباح التي كنا نبتدعها ونسيرها موكبا إثر موكب. تلك الأشباح التي ما ثار البركان في أوروبا حتى انزوت محتجبة بالسكوت، وما أعمق ذلك السكوت وما أطوله. هل تعلمين يا صديقتي أنني كنت أجد في حديثنا المتقطع التعزية والأنس والطمأنينة؟ وهل تعلمين بأنني كنت أقول لذاتي هناك في مشارق الأرض صبية ليست كالصبايا دخلت الهيكل قبل ولادتها، ووقفت في قدس الأقداس فعرفت السر العلوي الذي تحفره جبابرة الصباح، ثم اتخذت بلادي بلادا لها وقومي قوما لها. هل تعلمين بأنني كنت آمس هذه الأنشودة في أذني خيالي كلما وردت علي رسالة منك؟ لو علمت لما انقطعت عن الكتابة إلي، أو ربما علمت فانقطعت. وهذا لا يخلو من أصالة الرأي والحكمة. أما مقالة أبي الهول فالسماء تعلم بأنني لم أطلبها منك إلا بعد إلحاح مستمر من صاحب مجلة الفنون سامحه الله، فإن من طبع استهجانه واقتراح المواضيع على الأدباء، خصوصا تلك الفئة القليلة التي لا تدون إلا ما توحيه الحياة إليها، وأنت من تلك الفئة القليلة. وفوق ذلك فأنا أعلم أن الفن يطلب ولا يطلب منه، وأن في نفس اقتراح المواضيع شيئا مانعا عن الإجادة فيها. فلو كتبت إلي في ذلك الزمن قائلة لا ميل لي الآن إلى كتابة مقالة في أبي الهول، لقلت مترنما لتعش مي طويلا، فهي ذات مزاج فني لا غش فيه. الخلاصة أنني سأسبقك في كتابة مقالة في ابتسامات أبي الهول، وبعد ذلك سأنظم قصيدة في ابتسامة مي، ولو كانت لدي صورتها مبتسمة لفعلت اليوم، لكن علي أن أزور مصر لأرى مي وابتسامتها. وماذا عسى أن يقول الكاتب في ابتسامة المرأة؟ أفلم يقول ليوناردو دافنشي آخر كلمة في الموضع عندما انتهى من سورة لاغوندا؟ ولكن أليس في ابتسامة الصبية اللبنانية سر لا يستطيع إدراكه وإعلانه غير اللبناني؟ أم هي المرأة لبنانية كانت أم إيطالية تبتسم لتخفي أسرار الأبدية وراء ذلك النقاب الرقيق الذي تحوكه الشفاه؟ والمجنون، وماذا يا ترى أقول لك عن المجنون؟ أنت تقولين أن فيه ما يدل على القسوة بل وعلى الكهوف المظلمة، وأنا الآن لم أسمع مثل هذا الانتقاد، مع أنني قرأت الكثير مما نشرته جرائد ومجلات أمريكا وإنجلترا في هذا الكتاب الصغير. والغريب أن أكثر الأدباء الغربيون قد استحسنوا القطعتين My Minds and the Sleepwalkers، واستشهدوا بهما أو ذكرهما بصورة خاصة. أما أنت يا صديقتي فقد وجدت فيهما القسوة، وماذا ينفع الإنسان إذا ربح استحسان العالم وخسر استحسان مي؟ وقد يكون ارتياح هؤلاء الغربيين إلى المجنون وأخيلته ناتجا عن مللهم من أخيلة نفوسهم، وعن ميلهم الطبيعي إلى الغريب والغير المألوف، خصوصا إذا كان شرقي المظاهر. أما تلك الأمثال والقصائد المنثورة التي نشرت في الفنون فقد ترجمها عن الأصل الإنجليزي أديب محبته لي أوسع قليلا من معرفته بدقائق البيان الإنجليزي. ولقد رسمت بالحبر الأحمر دائرة حول لفظة اشمئزاز التي جاءت في كلامك عن المجنون. فعلت ذلك لعلمي بأنك إذا وضعت كلمات
The Sleepwalkers بين شفاه الأمس والغد، بدلا من وضعها على لسان أم وابنتها. لأبدلت لفظة الإشمئزاز بلفظة أخرى، أليس كذلك؟ وماذا أقول عن كهوف روحي؟ تلك الكهوف التي تخيفك، إني ألتجئ إليها عندما أتعب من سبل الناس الواسعة وحقولهم المزهرة وغاباتهم المتعرشة. إني أدخل كهوف روحي عندما لا أجد مكانا آخر أسند إليه رأسي. ولو كان لبعض من أحبهم الشجاعة لدخول تلك الكهوف لما وجدوا فيها سوى رجل راكع على ركبتيه وهو يصلي. أما استحسانك رسوم الثلاثة في المجنون فقد سرني ودلني على وجود عين ثالثة بين عينيك. لطالما عرفت أن وراء أذنيك آذانا خفية تسمع تلك الأصوات الدقيقة الشبيهة بالسكوت، تلك الأصوات التي لا تحدثها الشفاه والألسنة، بل ما وراء الألسنة والشفاه من الوحدة العذبة والألم المفرح والشوق إلى ذلك العالم البعيد الغير المعروف. وأنت تسألين ما إذا كنت أريد أن يفهمني أحد بقولي For those who understand us, enslave something in us. لا أريد أن يفهمني بشري. إذا كان فهمه إياي ضربا من العبودية المعنوية، وما أكثر الذين يتوهمون أنهم يفهموننا لأنهم وجدوا في بعض مظاهرنا شيئا شبيها بما اختبروه مرة في حياتهم، وليتهم يكتفون بادعائهم إدراك أسرارنا، تلك الأسرار التي نحن ذواتنا لا ندركها، ولكنهم يصوموننا بعلامات وأرقام ثم يضعوننا على رف من رفوف أفكارهم واعتقاداتهم، مثل ما يفعل الصيدلي بقنان الأدوية والمساحيق. أو ليس ذلك الأديب الذي يقول بأنك تقلدينني في بعض كتاباتي؟ من هؤلاء البشر الذي يدعون فهمنا ومعرفة خفايانا؟ وهل تستطيعين إقناعه بأن الاستقلال هو محجة الأرواح، وأن أشجار السنديان والصفصاف لا تنمو في ظلال بعضهما بعضا؟ ها قد بلغت هذا الحد من رسالتي، ولم أقل كلمة واحدة مما قصدت أن أقوله عندما ابتدأت. ولكن من يا ترى يقدر أن يحول الضباب اللطيف إلى تماثيل وأنصاب؟ ولكن الصبية اللبنانية التي تسمع ما وراء الأصوات سترى في الضباب الصور والأشباح. والسلام على روحك الجميلة ووجدانك النبيل وقلبك الكبير، والله يحرسك. المخلص جبران خليل جبران. نيويورك، 10 من أيار 1919. عزيزتي الأنسة مي، إني باعث إليك بأول نسخة بلغت يدي من كتاب المواكب الذي صدر اليوم، وهو كما تجدينه حلما لم يزل نصفه ضبابا والنصف الآخر يكاد يكون جسما محسوسا، فإن استحسنت فيه شيئا تحول هو إلى حقيقة حسنة، وإن لم تستحسني شيئا عاد إلى الشباب بجملته. وألف تحية وسلام إلى روحك الطيبة، والله يحفظك ويحرسك. المخلص جبران خليل جبران. نيويورك، 11 من حزيران 1919. عزيزتي الأنسة مي، رجعت اليوم من سفرة مستطيلة إلى البرية، فوجدت رسائلك الثلاث والمقال الجميل الذي تفضلت بنشره في جريدة محروسة. ولقد علمت من خادمي أن هذه الرسائل، بل هذه الثروة الجليلة، قد وصلت معا منذ 4 أيام. الظاهر أن البريد المصري قد توقف عن إصدار الرسائل من القطر مثل ما حجز الرسائل الواردة إليه، ولقد انصرفت عن كل ما وجدته بانتظاري في هذا المكتب لأصرف نهاري مصغيا إلى حديثك الذي يتمايل بين العذوبة والتعنيف. أقول التعنيف لأنني وجدت في رسالتك الثانية
بعض الملاحظات التي لو سمحت لنفسي الفرحة أن تتألم لتألمت منها. ولكن كيف أسمح لنفسي النظر إلى شبه سحابة في سماء صافية مرصعة بالنجوم؟ وكيف أحول عيني عن شجرة مزهرة إلى ظل من أغصانها؟ وكيف لا أقبل وخزة صغيرة من يد عاطرة مفعمة بالجواهر؟ إن حديثنا الذي أنقذناه من سكوت 5 أعوام لا ولن يتحول إلى عتاب أو مناظرة، فأنا أقبل بكل ما تقولينه، لاعتقادي بأنه يجمل بنا 7,000 ميل تفصلنا ألا نضيف فترا واحدا إلى هذه المسافة الشاسعة، بل أن نحاول تقصيرها بما وضعه الله فينا من الميل إلى الجميل والشوق إلى المنبع والعطش إلى الخالد. يكفينا يا صديقتي ما في هذه الأيام وهذه الليالي من الأوجاع والتشويش والمتاعب والمصاعب، وعندي أنها فكرة تستطيع الوقوف أمام المجرد المطلق، ولا تزعجها كلمة جاءت في كتاب أو ملاحظة أتت في رسالة. إذن فلنضع خلافاتنا وما أكثرها لفظية في صندوق من ذهب، ولنرمي بها إلى بحر من الابتسامات. ما أجمل رسالاتك يا مي وما أشهاها، فهي كنهر من الرحيق يتدفق من العالي ويسير مترنما في وادي أحلامي، بل هي كجثارة أورفيوس تقرب البعيد وتبعد القريب، وتحول ارتعاشاتها السحرية الحجارة إلى شعلات متقدة والأغصان اليابسة إلى أجنحة مضطربة. إن يوما يجيئني منك برسالة واحدة لهو من الأيام بمقام القمة من الجبل، فما عسى أن أقول في يوم يجيئني منك ب3 رسائل. ذلك يوم أنتحي فيه عن سبل الزمن لأصرفه متجولا في إرم ذات العماد. وبما أجيبك عن سؤالاتك، فكيف أستطيع متابعة الحديث وفي النفس ما لا يسيل مع الحبر؟ ولكن لا بد من متابعة الحديث، فما بقي صامتا ليس بالغير المفهوم لديك. تقولين في رسالتك الأولى: لو كنت أنا في نيويورك لكنت زرت مكتبك الفني في هذه الأيام. أفلم تزوري مكتبي قط؟ أليس وراء أثواب الذكرى الظاهرة جسد خفي للذكرى؟ إنما مكتبي هيكلي وصديقي ومتحفي وجنتي وجحيمي، وهو غاب تنادي فيه الحياة وصحراء خالية أقف في وسطها فلا أرى سوى بحرا من رمال وبحر من أثير. إن مكتبي يا صديقتي هو منزل بدون جدران وبدون سقف، ولكن في مكتبي هذا أشياء كثيرة أحبها وأحافظ عليها. أنا مولع بالآثار القديمة، وفي هذا المكتب مجموعة صغيرة من طرائف الأجيال وبعض نفائسها كتماثيل وألواح مصرية ويونانية ورومانية وزجاج فينيقي وخزف فارسي وكتب قديمة العهد ورسوم إيطالية وفرنسية وآلات موسيقية تتكلم وهي صامتة. ولا بد من الحصول يوما على تمثال كلداني من الحجر الأسود. إنني أميل بكليتي إلى كل شيء كلداني، فأساطير هذا الشعب وشعره وصلواته وهندسته، بل وأصغر أثر أبقاه الدهر من فنونه وصنائعه، ينبه في داخلي تذكارات غامضة بعيدة، ويعود بي إلى الماضي الغابر، ويجعلني أرى الحاضر من نافذة المستقبل. أحب الآثار القديمة وأشغف بها، لأنها من أثمار الفكرة البشرية السائرة ب1000 قدم من الظلام نحو النور، تلك الفكرة الخالدة التي تغوص بالفن إلى أعماق البحار وتصعد به إلى المجرة. أما قولك ما أسعدك أنت القانع بفنك، فقد جعلتني أفتكر طويلا. لا يا مي، لست بقانع ولا أنا بسعيد.
في نفسي شيء لا يعرف القناعة، ولكنه ليس كالطمع، ولا يدري ما السعادة غير أنه لا يشبه التعاسة. في أعماقي خفقان دائم وألم مستمر، ولكنني لا أريد إبدال هذا ولا تغيير ذاك. ومن كان هذا شأنه فهو لا يعرف السعادة ولا يدري ما هي القناعة، ولكنه لا يشكو، لأن في الشكوى ضربا من الراحة وشكلا من التفوق. وهل أنت سعيدة وقانعة بمواهبك العظيمة؟ أخبريني يا مي، هل أنت قانعة وسعيدة؟ أكاد أسمعك هامسة: لست بقانعة ولا أنا بسعيدة. إن القناعة هي الاكتفاء، والاكتفاء محدود وأنت غير محدود. أما السعادة فهي أن يملأ المرء نفسه من خمرة الحياة. ولكن من كان كأسه 7000 فرسخ بالطول و7000 فرسخ بالعرض لا ولن يعرف السعادة حتى تنسكب الحياة بكلها في كأسه. أفليس كأسك يا مي 7000 فرسخ وفرسخ؟ وماذا أقول عن جوي المعنوي؟ لقد كانت حياتي منذ عام أو عامين لا تخلو من الهدوء والسلامة، أما اليوم فقد تبدل الهدوء بالضجيج والسلامة بالنزاع. إن البشر يلتهمون أيامي وليالي ويغمرون أحلامي بمنازعهم ومراميهم. فكم مرة هربت من هذه المدينة الهائمة إلى مكان قصي لأتخلص من الناس ومن أشباح نفسي أيضا. إنما الشعب الأمريكي جبار لا يكل ولا يمل، لا يتعب ولا ينام ولا يحلم. فإن بغض هذا الشعب رجلا قتله بالإهمال، وإذا حبه قتله بالانعطاف. فمن شاء أن يحيا في نيويورك عليه أن يكون سيفا سنيرا، لكن في غمد من العسل. السيف لروع الراغبين في قتل الوقت، والعسل لإرضاء الجائعين. وسوف يجيء يوما أهرب فيه إلى الشرق. إن شوقي إلى وطني يكاد يذيبني، ولولا هذا القفص الذي حبكت قضبانه بيدي لاعتليت متن أول سفينة سائرة شرقا. ولكن أي رجل يستطيع أن يترك بناء صرف عمره بنحت حجارته وصفها، حتى وإن كان ذلك البناء سجنا له، فهو لا يقدر ولا يريد أن يتخلص منه في يوم واحد. سامحيني أيتها الصديقة العزيزة، فقد أزعجتك بالكلام عن نفسي وبشكواي من أموري أدعى إلى الجهاد منها إلى التذمر. إن استحسانك المواكب قد جعلها عزيزة لدي. أما قولك بأنك ستستظهرين أبياتا فمنة أحني أمامها رأسي، غير أنني أشعر بأن حافظتك خالقة بقصائد أسمى وأبلغ وأنبل من كل ما جاء في المواكب، بل ومن كل ما كتبته وأكتبه. أما قولك في رسوم الكتاب: أنتم أهل الفن تبرزون هذه البدائع بقوة أثيرية احتفظتكم عليها ملوك الجوزاء، فنأتي بغباوتنا أشقياء مظلومون، ونحن بها أشقياء خاسرون. فكلام لا أقبله، بل أنني أستميحك بالتمرد عليه، وما أكثر تمردي. أنت يا مي منا وفينا، بل أنت بين بنات الفن وأبنائه كالوردة بين أوراقها. إنما جاء في مقالاتك التي نشرت في المحروسة عن رسوم المجنون الأكبر دليل عن شعور فني عميق، وفكرة خاصة دقيقة، وبصيرة نافذة ترى ما لا يراه غير القليل من الناس. ولست بمبالغ إذا قلت بأنك أول صبية شرقية مشت في غابة الأخوات التسع بقدم ثانية ورأس مرفوع وملامح منفرجة كأنها في بيت أبيها. ألا فأخبريني، كيف عرفت كل ما تعرفين؟ وفي أي عالم جمعت خزائن نفسك؟ وفي أي عصر عاشت روحك قبل مجيئها إلى لبنان؟ إن في النبوغ سرا
أعمق من سر الحياة. وأنت تريدين أن تسمعي ما يقوله الغربيون عني، فألف شكر لك على هذه الغيرة وهذا الاهتمام القومي. لقد قالوا الشيء الكثير وكانوا مبالغين في أقوالهم، متطرفين في ظنونهم، متوهمين وجود الجمل في وكر الأرنب. ويعلم الله يا صديقتي بأنني ما قرأت شيئا حسنا عني إلا ونحت في قلبي. إن الاستحسان نوع من المسؤولية يضعها الناس على عواتقنا فتجعلنا نشعر بضعفنا، ولكن لا بد من المسير حتى ولو قوس الحمل الثقيل ظهورنا، ولا بد من استنباط القوة من الضعف. أنا باعث إليك في غلاف آخر بشيء من أقوال الجرائد والمجلات، وستعلمين منها أن الغربيين قد ملوا أشباح أرواحهم وضجروا من ذواتهم، فأصبحوا يتمسكون بالغريب الغير المألوف، خصوصا إذا كان شرقيا. هكذا كان الشعب الأثيني بعد انقضاء عصره الذهبي. لقد بعثت منذ شهر أو أكثر بمجموعة من أقوال الصحف في المجنون إلى إيميل زيدان، وهو بالطبع من أصدقائك. أحمد الله وأشكره على انقضاء الأزمة عندكم، ولقد كنت أقرأ أخبار تلك المظاهرات فأتخيلك هائبة فأهاب، مضطربة فأضطرب، ولكنني كنت أردد في الحالتين قول شكسبير: Don't fear our person. There is such divinity doth hedge a king. That reason can but peep to what it would, act little of his will. وأنت يا مي من المحروسين، وفي نفسك ملك يحميه الله من كل مكروه، وتسألين ما إذا كان لكم من صديق في ربوعنا. أيوة الحياة وما الحياة، وما في الحياة من حلاوة جارحة ومرارة مقدسة. إن لكم في ربوعنا صديق إرادته تدافع عنكم ونفسه ترغب في الخير لكم وإبعاد السوء عنكم وتحميكم من كل أذى. وقد يكون الصديق الغائب أدنى وأقرب من الصديق الحاضر. أفليس الجبل أكثر هيبة وأشد وضوحا وظهورا للسائر في السهل منه لساكنيه؟ ها قد غمر المساء هذا المكتب بوشاحه، فلم أعد أرى ما تخطه يدي. وألف تحية لك وألف سلام عليك، والله يحفظك ويحرسك دائما. صديقك المخلص جبران خليل جبران. من رواية الشعلة الزرقاء لجبران خليل جبران نقرأ لكم. رسائله إلى مي زيادة، نيويورك، في 7 من شباط